فجأة وهو بيصطاد بيلاقي حجر أزرق، بيمسكه وبيبدأ يبص فيه، بيعتقد وقتها إنه حجر ثمين جدا، بياخده بيروح لمحل الجزارة وبيعرض عليه إن هو يديهوله مقابل قطعة من اللحم. الجزار بيمسكه بيبص فيه كويس جدا، بيفتكر الجزار وقتها إن الولد ده سرق الحجر، لكن الجزار عرف إنه لقاه جنب النهر وغضب جدا. الجزار قال له إن دي جوهرة الملك، وطلب من الولد ده إنه يخرج من المحل بسرعة، وحذره إنه ما يقولش لحد أي حاجة وما يقولش إن هو جه محل الجزارة، لأن دي ممكن يسبب مشكلة للقرية كلها. بعد كده رجع الولد للبيت ومعاه الحجر الغريب الأزرق ده، وبدأ يبص فيه كويس جدا مرة تانية. الحجر كان ناعم جدا لكنه كان مجوف من الداخل. بيفتكر الولد إن ده حجر ثمين جدا وهيغير حالاته، لكن فجأة الحجر الغريب ده بدأ يتحرك، وكان جوه الحجر ده حاجة وبتكافح وعاوزة تخرج من مكانها. بدأ الولد يركز مع الحجر كويس جدا، وما كانش متوقع إن في تنين أزرق هيخرج من الحجر. في الوقت ده عرف الولد إن ده مش حجر لكنه بيضة تنين، وخرج منه